الأستاذ مهدي إبراهيم قيمة فنية كبيرة لمحافظتنا ولبلدنا بشكل عام. كان لي الحظ أكيد أني أنا كنت بالأساس من طلابه من عمر صغير كتير. الأستاذ مهدي كان دائما شديد بالبروفات وملاحظاته قوية، بالإضافة لكتير قطع من أرشيف أستاذ مهدي وأغنياته الخاصة وقطعه الموسيقية الآلية الصعبة اللي ما كان حدا يقدر يعزفها إلا طلاب الأستاذ مهدي. له فضل مو بس علي، على كتير شباب وصبايا هلأ صاروا أساتذة وأكاديميين وانتشروا بكل البلد وبرا البلد. قلبي وقلبي فيها يا الله، يا الله. الأستاذ مهدي إبراهيم من سنوات طويلة أنا معرفتي فيه من خلال طبعا لجان التحكيم ومن خلال العمل مع الشبيبة ومع التربية. سابقا كان في مهرجانات متتالية سنوية في القطر العربي السوري. الأستاذ مهدي اللي كان له الباع الطويل في هذا المجال الموسيقي والغنائي، مدرسة يجب أن يتعلم منها الجميع. بدأ كبيرا سيبقى كبيرا، وعندما ألف الموسيقى الشرقية ألفها ببراعة وألفها بإتقان، ولا زال وحتى هذه اللحظة هو يتقن الموسيقى وتأليف الموسيقى وتأليف اللحن على الكلام في الموسيقى الشرقية. من العازفين العود المتميزين لأنه درس صح وتعلم صح وهو بيعشق حكاية الموسيقى. بعدين نجي نحكي بالألحان، هاضم مدرسة الصنباطي وزكريا أحمد والشيخ سيد درويش والفن الحلبي، هاضمه كلياته. فلا سبب وقت بيلحن أغنية شرقية تطلع معه بإبداع كثير جيد. اللي صار لي إني حضرت له بدار الأوبرا، العرض اللي عمله كان قائد جيد وكان ممتاز. كان أستاذي مهدي بالمعهد، تعرفت عليه من لما كنا بالمعهد، علمني. كان كتير صعب وقاسي علينا، يعني تزوجنا وأنا أقول له أستاذ لا يقول له أستاذ كثر ما كان إنه هيك شخصيته قوية. ما في مهرجان إلا شارك في نبع عطاء اسمه عطول الأول بكل مهرجان، كل شيء بيعمله بشوفه مميز. اسمي بيعني لي كثير لأنه مرتبط بالبابا من طفولتي. أحد الكتب هو على غلافة كان حاطط صورتي وحاطط موسيقى خاصة فيني، كنت متأثرة بهي الموسيقى. بيحكي لي أنا طبعا ما بتذكر. في عنده أعمال كثير مميزة بحبها بسمعها لهلا وحتى رنات على موبايلي. بس كل شيء بيعمله البابا بتبين بصمته فيه. في كثير من الأعمال الحلوة له. هذه مدينتي أنا بحبها كثير. بقول له البابا دائما أي إذاعة بطرطوس لازم تكون شارع إلها، لأنه عن جد مقطوعة جميلة. أنا يمكن شو ما عملت من هون ل50 سنة أنا ما فيني أفتخر بحالي مثل ما أنا بفتخر فيك. يعني هو اسم كتير كبير. أنا ولا مرة صادفت شخص يعني خلال دراستي بمجال، حتى مع أصدقائي زملائي كل أهاليهم يعني ما في حدا مسامع بالأستاذ مهدي إبراهيم أو ما بيعرف مين الأستاذ مهدي إبراهيم. فهذا كتير شيء إنه فخر إلنا. هلا أنا بشترك كريمة بتشترك معه بحب الطبيعة وبعدة نقاشات وأمور وإلى آخره، بس أنا بشخصيته المرحة يلي كل العالم بتحبها. أنا أول ما بلشت بالموسيقى خطوة خطوة تلمست على إيده. إن شاء الله نكون عم نرفع اسمه وعم دائما ماشيين بمسيرته الموسيقية اللي هو ربانا عليه وعم نمشي فيها خطوة خطوة. بتمنى له طولة العمر والله يخلي لنا اياه، بس يكون هو بخير نحن بخير.